ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 والله. طبعا انا بقالي زمان ما نزلتش حاجه ولا نزلت اي حاجه في اي حاجه، معلش لي سامحوني. بس بقى الدنيا مش مظبطه. بس طبعا مستر عاطف عاوز يسلم عليكم الاول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا قلنا النهاردة نقعد بقى نتكلم معاكم شوية كده عشان ما شفناكوش يعتبر من العيد او قبل او في رمضان، فقلنا نتكلم معاكم شوية واحنا كمان هنبقى بنتغدى. يعني الرز دوت انا عملته يا جماعة، كنت عايزه يطلع لونه اسمر بس هو طلع اخضر، معرفش ازاي بس ماشي شغال. نخلينا بقى في الموضوع المهم الحيوي قوي 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 اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي. طبعا الست ام احمد زعلانه مني جدا 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 جدا، لان انا عملت لها بلوك هي وعيالها التلاتة، فهي بقى مستغربه انت ليه يا عاطف عملت لي بلوك على الفيس وحذرتني انا وعيالك. انا عايز اعرف بقى السبب. انا بقى دلوقتي هقول السبب وعلى الهوا دلوقتي بس كده. انا ما سالتكش ولا قلت لك عايز اعرف عادي. انا هقول لكم يا جماعه براحتك ايه براحتك. السبب اللي خلاني عملت الحظر. يلا يا عيال كل صلي على النبي يا ام احمد. عليكم السلام. انا هسألك سؤال بسيط جدا جدا خالص. النهارده ايه في ايام ربنا؟ النهارده خميس. النهارده كام في الشهر يا ام احمد؟ لا مش عارفه الخميس كام يا احمد؟ مش عارفه. الجمعة 5. الخميس كام؟ 4. اليوم ده ما بيفكركيش بحاجه يا ام احمد؟ احنا كده 4/5، هنبقى 4/5 بكره. النهارده ان شاء الله 4/5. النهارده 4/5 عيد ميلاد ابو احمد. شفتوا من الست ام احمد كانت ناسيه عيد ميلادي، فانا عملت حظر على الفيس عشان ما يجيلهاش لا هي ولا عيالها اشعار ان النهارده عيد ميلادي، تقوم تقول لي كل سنه وانت طيب وتضحك عليا. وبالفعل فعلا ما كانتش فاكره عيد ميلادي زي ما انتم شايفين كده. طبيعي والله العظيم هي ما تعرف ان انا هقول الكلام ده ولا هتكلم في الموضوع ده ولا تعرف ايه سبب الحظر. عرفتوا بقى انا عملت الحظر ليه؟ عشان ما يعرفوش ان النهارده عيد ميلادي يقولوا لي كل سنه وانت طيب. ام احمد اول مره تنسى عيد ميلادي لانها بقت مشغوله بالقناه وظروف الدنيا والعمليات، بس ما علينا. وطبعا يا جماعه انا هوريكم دلوقتي دي اول هديه. احرجني والله. دي اول هديه جابتها لي ام احمد واحنا مخطوبين. الساعه دي عارفين يا جماعه الساعه دي هي قدمتها لي سنه كام؟ سنه 1998، يعني من 25 سنه. الساعه دي في جرابها زي ما هي، ما لمستش ايدي ولا اتلبست، لان انا محافظ عليها جدا جدا. اهي بصوا يا جماعه، لا اتلبست ولا اتلمست زي ما هي. ما رضيتش البسها ليه؟ خوفا ان هي تتكسر، تضيع، تقع مني، وهي غاليه. فضلت اعينها في مكاني الامن اللي بشيل فيه الاوراق المهمه والحاجه المهمه عشان تفضل ذكرى من سنه 98 لغايه دلوقتي. وبتقول لي انت لبست رسمي ليه يا عاطف؟ لبست رسمي عشان القميص ده بقى اللي هي جايبه لي السنه اللي فاتت هديه في عيد ميلادي، اخر عيد ميلاد. السنه دي بقى هي نسيت عيد ميلادي، مع ان عيد ميلادها انا عمري ما نسيته في حياتي. عيد ميلادها ده محفور في قلبي، عمره ما يتنسى، وافضل بفكر فيه من اول السنه. ده كده بيحرجني رسمي 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 قدامكم. دلوقتي انا رديت على سؤالها انت ليه عملت لي حظر؟ عملت لك حظر عشان اشوف انت فعلا هتفضلي فاكره عيد ميلادي ولا مش هتفتكريه. وبالفعل فعلا ما افتكرتوش، وزي ما انتم شايفين كده وشها عمال يصفر ويخضر، ونسيت اصلا عيد ميلاد جوزها اللي عمره ما اتنسى. وهوريكم في مره، هوريكم صوره بقى دلوقتي على الفيس عيد ميلادها. انا كنت عامل لها التورتايه كانت شكلها ايه، هوريها لكم دلوقتي، اللي هي دلوقتي ناسيه عيد ميلادي. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. واسمحوا لي ادوق الرز اللي انا عكيته ده، انا مش عارف هو طلع اخضر كده ازاي. بصوا يا جماعه شكله رز اخضر لونه كموني كده غريب، بس هو جميل وفكرته حلوه. لا بس بعد الاحراج دول لازم تجيب لك هديه عيد ميلادك عربيه مرسيدس على الاقل. يا عم احمد بعد العيد ما بتفتش كحك الموضوع خلاص. يعني كل سنه بالله طيب. عليكم اولا والله العظيم، يعني كلنا كل الناس بتفتوها الايام كلها بقى شكل بعضها، والواحد مخه مفكر كتير في الغلو اللي احنا فيه، في الدروس الامتحانات اللي جايه. عندي احمد ابني ثالثه ثانوي، اشمعنى انا ما بنساش؟ هيمتحن اهو يا جماعه، فمخي مشغول. عندي زياده امتحان يوم السبت اولى اعدادي، فعارف الواحد مخه اصلا والله العظيم يعني. اشمعنى انا ما بنساش؟ وغير بقى المشاكل بقى اللي كل بيت اكيد فيه مشاكل الحياه بيمر بيها وكده، فهتلاقيني مش والله ما فيش تركيز فعلا.
بس انا والله بفتكره كل سنه عادي والله. بس هو فعلا انا ما كل سنه وانتم طيبين افتكرتوش. يا جماعه. انا متاكد ان انتوا اللي هتقولوا لي كل سنه وانتم طيبين، وانتوا اللي هتبعتوا لي تهنئه وهتحتفلوا بيا وهتكونوا مبسوطين اكيد ان النهارده عيد ميلادي. المهم بقى ايه؟ انما هي مش مهم بقى. المهم ان انا في ناس بقى كتير يعني مش عاجبهم مثلا المحتوى اللي انا بعمله او اللي انا منزلاه يا جماعه. انا مش عامله محتوى غريب كل الناس عاملاه، انا عاملاه بهدف الرزق وان ربنا يصلح الحال. فمالوش لازمه بقى ان حد يقول ايه اللي انت عاملاه ده، ايه اللي انت مسوياه ده. مش عامله حاجه وحشه ولا حاجه تمس حد ولا تمسنا ولا اي حاجه، دي حاجه محترمه جدا ما فيهاش اي مشكله. ولا انت شايف ايه؟ والله انا شايف يا جماعه ان المحتوى لو في اي حاجه انا مش هطلع معاها. انا بطلع معاها عشان حاجه واحده بس، عشان ما حدش يتكلم يقول ايه هو جوزها سايبها بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ازاي؟ لا انا اهو لسه محترم، كلامنا محترم، ما بنقولش اي حاجه مثيره ولا اي حاجه تضايق اي حد. في الاول وفي الاخر بنقول لكم يا جماعه كل سنه وانتم طيبين، ونستنى تيجوا تاكلوا معانا الرز الغريب دوت اللي مش عارف هو طعمه اصلا ايه، بس هو شكله جميل وخلاص. وكل سنه وانتم طيبين ونشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامه.